جددها، فلم يأتي بشيء من عنده، ما جاء بحرف واحد. لو كذب على الله سبحانه أو على رسوله في حرف واحد لأسقطه الله، لكن رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ما جاء إلا مجددا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وامتداد هذه المدرسة أبناؤها المشايخ والذين منهم بقيتهم في هذا الزمن وفي هذه الآونة، شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه. فهنيئا لنا ولكم وللمسلمين أهل السنة في كل مكان به وبأمثاله أن يتولوا هذه المناصب، وهو علم قبل هذا المنصب، وإن شاء الله هذا وأمثاله